السلام عليكم. اهلا بكم من جديد. دي قناتنا وقناتكم قناه المراجع المصري. النهارده هنتكلم عن جزئيه مهمه جدا 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 بخصوص الموضوع الفواتير الوهميه. ايه موضوع الفواتير الوهميه؟ ببساطه الفواتير الوهميه دي ان هي حضرتك بتكون انت بتغطي الفواتير بتاعتك، ان انت بتكون عملت فواتير مبيعات واشتغلت عليها، وفواتير المبيعات اللي انت عملتها ديت عليها قيمه مضافه، ونتيجه ان انت مفيش فواتير مشتريات قدامها، بتضطر ان انت تعمل حاجه اسمها ان انت بتشتري فاتوره من بره. الفاتوره دي عاده بتكون فاتوره ملهاش اساس من الصحه، وبتخصم منها قيمه مضافه، وفي الاخر لما بتيجي تخصم القيمه المضافه وتقدمها في الاقرار الضريبي بتاعك، وبعد كده لما بيجي ساعه الفحص بيبان ان الشركه اللي طلعت لك الفاتوره دي، الشركه دي اصلا ما دفعتش الضريبه اللي عليها، وتم ادراجها في القائمه السوداء من مصلحه الضرائب، ودخلت في حاجه اسمها بيان الشركات الوهميه. النهارده طلع من فتره قريبه تعليمات تنفيذيه بخصوص موضوع الاستيفاء اللي بيتعمل على موضوع الفواتير ديت وموضوع الفواتير الوهميه بالنسبه للشركات. التعليمات دي رقمها 23 لسنه 2025. التعليمات ديت مكتوب فيها بشأن اجراءات استيفاء الفواتير ولاغراض الفحص او رد الضريبه. والتعليمات دي نازله لمأمير الضرائب، وهم بيراجعوا موضوع الفواتير الخاصه بالفواتير ديت اذا كانت صحيحه او غير صحيحه، نتيجه زي ما قلنا قبل كده ان بيتم تخصيم الفواتير ديت كقيمه مضافه كفواتير مشتريات من فواتير المبيعات بتاعتك. لو انت الفواتير بتاعتك صحيحه وما فيهاش اي مشاكل فدي ما فيش مشكله فيها، انما لو الفواتير دي تم شرائها بخصوص الموضوع ده، ونتيجه الشراء دوت الفواتير ديت ما كانش اصلا الشركه دي بتدفع اللي عليها في القيمه المضافه، هيرد الضريبه دي للمبيعات بتاعتك، وحضرتك هتبقى عليك الضريبه. ولو انت دخلت تهرب بيبقى عليك الضريبه ومثلها، ده غير غرامه كل شهر عليك في التاخير في القيمه المضافه. فخدوا بالكم جدا من الجزئيه دي. مش معنى ان انت بتحاول تقلل القيمه المضافه بتاعتك من المبيعات ان انت تلبس نفسك في جزئيه كبيره جدا، وهي ان انت تدفع الغرامات باضعاف اضعاف وتخش كمان في تهرب ضريبي. فخد بالك من الجزئيه دي. التعليمات التنفيذيه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده قال ايه؟ في ضوء رؤيه المصلحه نحو ميكنه الاجراءات الضريبيه ضمانا لكفاءتها وفعاليتها والقضاء على الازدواجيه، وراقب الفجوات للقضاء على فرص التلاعب، واهدار المال العام، وضمانا لتقديم خدمه ضريبيه تتوافق والهدف من حزمه التيسيرات الضريبيه المقدمه للمجتمع الضريبي. بيأكد على الساده القائمين باجراء الاستيفاء مراعاة الآتي: أول حاجة تفعيل الاستيفاء على منظومة الاستيفاء الإلكتروني والمصلحة من خلال الربط 155 و10 و210 و10، ويحظر أدائها ورقيا. استيفاء كافة البيانات والمعلومات الواردة بالنماذج. القيام بعمل الاستيفاء مع المسؤول عن المنشأة أو من يمثله قانونا. يعني حضرتك هو بيراجع مع المنشأة أو من يمثلها، وبيقعد معاه ويتأكد من وجود الفواتير ديت. وكمان يمكن لرئيس المركز أو المأمورية اتخاذ الإجراءات التالية: أول حاجة إجراء الاستيفاء بمركز المأمورية، وده في حالة وجود سبق إجراء الفحص لفترات محل الاستيفاء، أو تكليف من يلزم من العاملين خارج إدارة الفحص بإجراء الاستيفاء حال وجود عجز شديد أو أسباب مبررة. الحاجة التانية اللي هو الموضوع اللي انتوا شايفينه قدامكم: تقرير بنتيجة أعمال الاستيفاء والاستيفاء اللي هيتم على أساسه الفواتير دي، وبيتأكد من خلال دراسة موقف وضع الفواتير قيد الاستيفاء وما تضمنه محضر الاستيفاء، إذا كانت مطابقة كليا لبيانات المنظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، ومطابقة لبيانات الموجودة بالمنشأة ومحتوى الدورتين المستندية والدفترية. كمان هل تعد الفواتير محل الاستيفاء القادمة من الشركة الصادر لها حالة من حالات التهرب الضريبي، وبإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، أو خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كليا أو جزئيا دون وجه حق. طيب اللي بعدها كمان في عندك محضر الاستيفاء اللي بيتم على أساسه من مأمورية الضرائب. المحضر زي ما انتم شايفين قدامكم اليوم، وبناء على التكليف: أولا الاطلاع على ملف المنشأة بيكتب فيها رقم التسجيل الضريبي ومحاسب قانون اللي بيراجع معاه الورق كله، وعنوان النشاط الرئيسي وعنوان الفرع والمخازن لو في مخازن للشركة، وبيتحقق من وجود المكان الشركة وان الشركة فعلا موجودة او لا. بعد كده بيقول على الموقف النهائي للاستيفاء:
إذا كانت الفواتير دي صحيحة ومطابقة للدورتين المستندية والدفترية وتم الإقرار عنها ولا لأ، أو الفواتير غير صحيحة وغير مطابقة للدورتين المستندية والدفترية، أو الفواتير بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. عندك الجزئية التانية كمان، محضر مناقشة مع المحاسب القانوني أو من يمثل الشركة على الجزئية الخاصة بالأرصدة الدائنة وجزئية الفواتير المشتريات اللي تم خصمها من فواتير المبيعات، وهل الفواتير المشتريات ديت صحيحة أو غير صحيحة، وكمان طريقة سداد التعاملات اللي بيتم إذا كان بيسدد نقدي أو بيسدد عن طريق الكريدت كارد أو بيسدد في البنك. وكمان بيعمل على أساسها بيان بالفواتير الصحيحة عبارة عن رقم الفاتورة وتاريخ الفاتورة ومشمول الفاتورة وقيمة الفاتورة وفئة الضريبة وقيمة الضريبة، وبيان بالفواتير غير الصحيحة كمان. ده ببساطة الجزئية الخاصة بجزئية الفواتير ومراجعتها مع الشركات عشان يتأكد إذا كانت الفواتير دي صحيحة أو غير صحيحة. فرجاء من الجميع خد بالك وانت بتشتغل، بلاش تجيب موضوع الفواتير ديت، لأن التخصيم اللي بيتم من الفواتير دي بيؤدي للتهرب الضريبي. وخد بالك من جزئية كمان، أغلب الحاجات دي كلها بتبقى وهمية، فخد بالك من الجزئية دي ضروري جدا عشان ما تعملكش أي مشاكل بعد كده. ولو في أي استفسار هتلاقوني معاكم دايما أول بأول. السلام عليكم.